النهارده هنجرب مطعم الركحي، احدث مطعم سوري في بورسعيد. دي تاني تجربه للمطعم. اول مره جربناه في عزومه، جبنا وجبات وانا اللي اخترت الاصناف بتاعه الوجبه. هي الوجبه دي ما كانتش عندهم. طلبتها تبقى رز معاه 3 قطع شيش وقطعتين كفته و2 دبوس بروست. حسبنا على 180 جنيه الوجبه. وبعد كده كلمني صاحب المطعم ان مفيش عندهم دبابيس كفايه، فهنعوضها بقطع بروست مختلفه من الورك والصدر. فقلنا ماشي. والناس تعاملهم محترم جدا الصراحه. الرز حلو جدا بس كميته قليله جدا جدا جدا. الشيش كان كويس شغال، تتبيله مختلفه مش اقوى حاجه. في تتبيلات افضل من كده بكتير. الكفته قطع صغيره بس كان طعمها حلو، والبروست كان نظيف ومستوي كويس ومش شارب زيت. بس تتبيلته كانت ضعيفه ويكاد يكون ما كانش فيه ملح. فقلنا نجرب المطعم تاني عشان نتاكد من المستوى. طلبت 3 وجبات مختلفه. اول وجبه كنت طالبها دبابيس مقليه اللي هي البروست 3 قطع مع الرز. للاسف برضو جات لي قطع مشكله. الوجبه دي بيجي معاها كول سلو وتوميه صغيره ورغيف عيش غير الرز والبطاطس. البروست طعمه كان عادي، البروست السوري التقليدي. المره دي التتبيله والملح كان واضح عن المره الاولانيه. الرز ممتاز زي المره الاولانيه، كميته متوسطه. التوميه برضو كانت خطيره، افضل من المره اللي فاتت بكتير. برضو تاني وجبه عباره عن مشاوي مشكل معاها طحينه وسلطه خضراء وعيش ومخلل. بيبقى فيها رز، والرز ده كان حلو واخد من طعم المشاوي. فيها قطعة فراخ مشوية، طعم الشوي باين فيها وكانت حلوة جدا. السجق حلو وطري وتتبيلته مختلفة عن السجق البلدي، باين فيه طعم كاري كده بس حلو. 3 قطع شيش كانت تتبيلته برضو أفضل من المرة الأولانية، والكفتة شكله وطعم أحسن برضو من أول مرة. الوجبة دي أكتر وجبة عجبتني فيهم، بس إضافة البصل والبقدونس هي بتدي طعم حلو، لكن يفضل إنك تقدم الأكل من غيرها، وخصوصا للأكل اللي بيطلع بره المطعم، لأن دي بتخلي الأكل يحمض بسرعة. آخر وجبة نص فرخ سوري شواية معاها عيش زيادة ومخلل وتوميه. حجم الفرخه حلو كبير بس كانت ناشفه جدا، جافه جدا، وخصوصا الصدر ناشف قوي، وريحه زفاره الفراخ ما زالت موجوده في اللحم. فالوجبه دي ما عجبتنيش خالص. يمكن ده ما يكونش الطبيعي بتاع المطعم، بس انت كمطعم مسؤول عن كل صنف بيخرج من عندك. الموضوع ملوش دعوه بموسم ورمضان وضغط وكده. المطعم الصح اللي يعرف يطلع الاكل مظبوط في كل مره حتى لو تحت ضغط. المطعم بشكل عام كويس، بس واضح من التجربتين ان في مشكله في الكواليتي كنترول. والسؤال هنا، هل هو من المطاعم اللي انا احب ارجع لها تاني او اجرب اكلها تاني؟ ما اعتقدش. بس دي كانت تجربه مطعم الركحي، مكانه طرح البحر جنب مطعم العيوطي. سلام.